علاه راهم يغلقوا المساجد دروك؟ المسجد نورمالمون ما ينغلقش، بصح علاه راه ينغلق؟ راه ينغلق باش كثروا السراق، هم يسرقوا الاديداسات، هم يسرقوا الزرابه، لومبلي، دروك راهم يسرقوا بيت الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تحيتنا الحرة إلى كل الجزائريين والجزائريات داخل الوطن وخارج الوطن. الله يحفظكم ملايين إن شاء الله. اليوم عندي واحد الموضوع راني رايح نحكي عليه، يهم بزاف الشعب الجزائري، ولازم تتبعوا هذا الفيديو مليح مليح. هذه حكى لي الشيخ فتحي واحد الصوالح شافهم. فتحي خويا السلام عليكم. السلام، واش راك عمي محمد؟ لاباس الحمد لله. الحمد لله. هذا النهار دخلت نصلي يا عمي محمد. السيد داير تليفون وين يصلي هو. كي هضروا معاه قال له هذه بلاصتي. هذه شتا يا عمي محمد؟ ما كاينش مشكل. راه ساريه فاني كاين، سمعت واحد من قال لي راه ساريه سرقه في الجامع، قال لك راهم يسرقوا لي زاديداس وكاع كاينيه. هذه شتا يا عمي محمد؟ بصح معليش نهضروا عليها احنا، ماذا بينا نقول لهم هذا الامر تاع التليفون ما كاش منها، قولوا هذيك دار ربي، ما يداري ما يدارك، وحنا رانا ضياف في ذي الدنيا، انت تصلي وتروح. ما من الدار تاعك اللي راك ساكن فيها في الباطيمات كيما انا انت كاع الجزائريين، ما يجي دارنا رانا ضياف، هذا هو ديار ربي. دارك راهي في المقبره، كي ترحل من الدنيا تروح للاخره، هاد المقبره هذيك هي بلاصتك، كونديسيون كاينه حاجه. الا جيت انت الصباح بكري ودخلت للجامع وحطيت وصليت في الصف الاول وحطيت التليفون تاعك في بلاصتك الزير، رحت لبيت الخلاء ولا وحطيت تليفونك ولا كتبت قران ورحت لبيت الخلاء وجيت ترجع وسط واحد بيقعد فيها، لا قال هذه بلاصتي. باش انت جيت بكري وصليت ركعتين لله وحطيت التليفون تاعك ورحت رجعت لبيت الخلاء تزيرت، كي ترجع لبلاصتك. بصح غدوه من ذاك الصباح تجي روطار وتسيب واحد قاعد في ذيك البلاصه اللي كنت فيها انت وتجي تقول له هذه بلاصتي، ما كاش منها. خطونا من هذا المرض اللي هدف، اللي فينا يكفينا. ربي راه غاضب علينا بزاف. وتخلقوا الصوالح ما يدخلوش في العقل من رسانكم وتعيوا الشعب بهم وخاوتكم المسلمين. شو نيشان ولا حبسوا؟ رانا ضياف. شحال من واحد بنا قصوره وقال لك بنا وعلا وراح وخلاها. ساعدك يا فعل الخير، اعبد ربي وخرج الزكاة وصدق ودير الخير وما تكذبش وما تتنفقش وما ديرش النميمة ومشي مع ربي نيشان بتربح الأخيرة ماشي الدنيا. ها اسمع مليح شرا يقول الرب سبحانه عز وجل، قال لك الآخرة خير من الدنيا. الدنيا رانا ضياف. هذه الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قالنا الدنيا هذه كما نقولوا انسان يكون يتمشى ومن بعد يعيا، كي يعيا يصيب شجره وتحتها حجره يريح، يقول لك الروبوزي شويه مشى بزاف، كي تريح فوق ذيك الحجره ثم زدت من كرش امك، ومن بعد كي يروح عليك العيا وتنوض ثم كمت تكمل المسافه للاخره. هذيك البيريود ما بين القعد والمنوض هذيك هي المعيشه اللي عشتها كاع تاع 60 سنه ولا 70 سنه. لا باش النبي صلى الله عليه وسلم قالنا هذا حديث شريف. الانسان كما نقول له واقعي يكون عنده عقيده. النبي صلى الله عليه وسلم قال لك مثل الدنيا كمسافر استظل تحت شجره ثم ذهب، صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم راه يقول هاك، صلى الله عليه وسلم. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نتقوا الله في نفوسنا. لا هذه غير على الشيطان، واحد يحط كتاب تاع قران ويروح واحد يقول له هذه انا البارح بلاصتنا راهي في المقبره، لا في ديارنا لا في المسجد، هذاك بيت ربي سبحانه. نصلوا ونروحوا يكونكم واعيين وعندكم العقل. هذاك المسجد ندخلوا ليه نصلوا فيه الفجر ونصلوا فيه الصبح ونصلوا فيه الظهر ونصلوا فيه العصر ونصلوا فيه المغرب ونصلوا فيه العشاء ونصلوا فيه النوافذ ونقراو فيه القرآن. وعنده وقت وين احنا تروح لدارك وهو ينغلق في الليل، يتبلع يحل الفجر على 5 تاع الصباح ولا 4 ينفتح، الناس تجي تعبد ربي في بيت الله سبحانه عز وجل. هذاك بكري كانت النية، المساجد كانوا يقعدوا محلولين، الناس يجوا عيانين من السفر
بالجمال تاعهم والعواد كي يوصلوا للمسجد يتوضاو كي يقيلوا فيه يديروا لاسياس. الحمد لله مازال عندنا في سيدنا رمضان وكاع مازالوا الناس يصلوا يرقدوا فيه، الحمد لله يا ربي مازالوا الحمد لله. علاه راهم يغلقوا المساجد دروك؟ المسجد نورمالمون ما ينغلقش، بصح علاه راه ينغلق؟ راه ينغلق باش كثروا السراق، هم يسرقوا الاديداسات، هم يسرقوا الزرابه، لومبلي، دروك راهم يسرقوا بيت الله. سي بورصا على هذه اللي راهم يغلقوه، راهم يخافوا حتى العقول راهم دايرين عساس برا يعس لي زاديداس والصبابيط، حاشاكم. هاو كي العقول الانسان يروح يعبد ربي كي يخرج ما يسيبش الاديداس تاعو، هذه حاله او هذه حاله. تسرق اديداس من بيت الله، هذا ماهوش مسلم. هذا تكره الا كان الانسان هذاك اللي سرق له اديداس ما عندوش عقيده وما عندوش ايمان، قادر بديك الاديداس اللي ديتها له يكره الصلاه ويكره المساجد. ديجا درت حاجه كاع مرنكه، ينقص الايمان تاعو، يقول لك جيت نصلي سرقوا لي اديداس والله ما زيد نصلي كاع. هاد شو درت؟ خرجت واحد من الاسلام، غواه الشيطان وخرج، ما عندوش عقيده وما عندوش اراده، وزدت سرقت زوج صوالح. والسارقه راك تعرف الحكم تاعها عند ربي، السارقه والسارقه فاقطعوا ايديهم جزاء. هما كمان على الشيطان. كيف تروح لبيت الله تسرقوا؟ قول لهم ما عندي صباط، يشروا لك صباط، يشروه لك والله الا يشروه لك المسلمين. قسما بالله وتجي لي انا تقول لي ما عندي الصباط، الا درت لك ملمه، الا ما كانش عندي نشوف لك جماعه وانا بغا نشري لك كريدي، نقول لهم انا نخلصكم وطول، وإلا كان عندي نشريه لك من عندي، بصح ما تسرقش. هلا ما كانش حاجه واعره كما السرقه والكذب. النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما دام العبد يكذب ويتحرر كذبه حتى يكتب عند الله كذاب.